لما خطف نظم القرآن قلب غير المسلم قبل المسلم. شوفوا يا جماعة، للأسف رغم إن إحنا بنعامل القرآن كأنه تحفة مقدسة ممنوع الاقتراب منها، إلا إن أي حد سمع أو فتح القرآن وبص على نظم الآيات وخواتيم الآيات وتنقل بين الصور وشاف اختلاف ده، هينبهر انبهارا عجيبا. فالقرآن عجائبه وأسراره حتى في ده لا تنتهي، من غير أي فلسفة ولا أي معرفة بالمقامات ولا الكلام ده. يعني أنا معرفش المقامات، ولكن هبدأ أديك أمثلة كده وهناخد الموضوع واحدة واحدة كده زي عادتنا، وبعد كده نجمعه في فيديو كامل. أديك مثال دلوقتي. أول سورة القصص هتلاقي إن في تردد ثلاثي في الآيات، في كل آية من أول آية إلى آخرها. طا سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خد بقى كده، ده سورة القصص لغاية الآخر هتلاقي التردد الثلاثي ده. ولذلك لما بتسمع انت الآيات بتخطفك حتى لو انت مش فاهم، ده شيء عجيب. وكمان بتلاقي ان هي مش منتظمة جدا، مش بتنتهي زي بعض، من الحروف مش زي بعض، عشان ما يجيش واحد شاعر ويحاول يقلد فيقدر. وطبعا ده من جلال وعظمة الرب جل في علاه.